واش عمرك تخيلتي لاعب كيلعب في واحد من اكبر الانديه في العالم وعنده حلم كبر من الكره كامله؟ حلم ديال ماشي الكره الذهبيه، ماشي الملايا ولا حتى الشهره، ولكن يحفظ القران كله ويولي امام في شي مسجد. هذا هو نصير المزراوي، والقصه ديالو مختلفه بزاف على اي لاعب واحد اخر. تولد نصير المزراوي في 14 نوفمبر 1997 في مدينه لايدردورب في هولندا، من عائله مغربيه محافظه بحال بزاف ديال ولاد الجاليه المغربيه. كبر بين ثقافتين، ولكن عمره ما نسى الاصل ديالو ولا الدين ديالو. بدا الكره وهو صغير عند نادي محلي، ومن بعد شدق الاكاديميه ديال اياكس اللي كتعتبر من اقوى المدارس الكرويه في العالم. ورحنا عارفينهم شنو كانوا كيديروا شحال هذا. في الاول ما كانش الامور سهله نهائيا، كان كيلعب مع الفريق الثاني وكيتقاتل باش ياخذ فرصه. ما كانش نجم مشهور ولا لاعب كيضوي عليه الاعلام، ولكن كان معروف بحاجه وحده اللي هي الاجتهاد. كل موسم كيطور راسو اكثر واكثر. في 2018 اول ماتش رسمي مع الفريق الاول ديال اياكس امستردام، ومن بعد غير شهور قليله العالم كامل بدا كيهضر عليه، خصوصا فاش مارك داك البيت الناضي في شامبيونز ليغ ضد البايرن. ومن ثم بدا الاسم ديال نصير المزراوي كيتكتب وسط كبار اوروبا. مع اياكس ربح البطوله الهولنديه 3 ديال المرات، وربح كاس هولندا، وصل حتى لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا مع الجيل التاريخي ديال اياكس سنه 2019. وانتم عاقلين على اياكس 2019 كيفاش كانت. وفي 2022 ترانسفير فابور للبايرن. اي لاعب في هذا العالم كيحلم على انه يلعب في هذه الفرقه، ولكن حتى هنا الطريق ما كانش مفرشه بورد. تعرض للاصابات وزادت عليه مشاكل صحيه من بعد ما تصاب بكوفيد، حيث تعرض لالتهاب في الغشاء المحيط بالقلب، وغاب الاسابيع كثيره قبل ما يرجع للملاعب. رغم هذا الشيء كامل عمره ما تخلى عن المبادئ ديالو. كان معروف انه كيصوم رمضان حتى وسط المنافسات القويه واللي فيه الريتم طالع، وكيحاول ما امكن يجاهد نفسه على انه يحافظ على الصلاه. الدين بالنسبه ليه ما كانش مجرد هضره، ولكن اسلوب ديال الحياه. ومن بعد عامين مع البايرن شد الرحال من الانجليز وانضم لمانشستر يونايتد، واحد من اكبر الانديه في العالم ما نحتاجش نتكلم عليها. ومن اول مباريات بان بانه لاعب متعدد المراكز، كيلعب في اليمين في اليسار وحتى قلب دفاع الا بغيتي. اما مع المنتخب المغربي فهنا القصه عندها طعم خاص. بالرغم من انه تزال في هولندا اختار يمثل المغرب. قرار خرج من القلب وماشي من المصلحه. غير تشوف كره في رجليه كترتاح، كتشوف شي اتاكور مهاجمو كترتاح. وفي مونديال قطر ديال 2022 ساهم مع المنتخب المغربي في صناعه التاريخ. هذه ما هضروش عليها بزاف، وحنا عارفين اش توقع. الحمد لله وصل المغرب لاول مره في نصف نهائي كاس العالم، انجاز عمر افريقيا كامله ما عرفته من قبل. ولكن الحاجه اللي خلات بزاف ديال الناس يحترموا اكثر هي التصريحات الاخر ديالو. قال بالحرف ان الحياه قصيره بزاف، وقال انه كيفكر يعتزل الكره من بعد كاس العالم ديال 2026 اذا حس ان الوقت المناسب، باش انه يتفرغ لحفظ القران الكريم. والهدف الاكبر ديالو هو يولي امام في شي مسجد. واضاف ان النجاح الحقيقي بالنسبه ليه ماشي غير في الملاعب، ولكن كذلك في قربه من الله عز وجل. وزاد كشف قبل هذا الشيء انه بدا فعلا مشروع حفظ القران مع شيخ كيعرفوا في الحفظ والتجويد، وكيطمح انه يفهم معاني القران ويطبقها في حياته ومن بعد يعلمها للناس. في زمن ولات فيه الشهره والفلوس هي الهدف عند بزاف ديال الناس، كاينين لاعبين بحال نصير المزراوي كيوريو ان النجاح الحقيقي راه ما كيوقفش عند الكره. من الاكاديمي ديال اياكس لبايرن ميونخ لمانشستر يونايتد، ومن الملاعب العالميه الى حلم حفظ كتاب الله وخدمه الدين. هذا هو نصير المزراوي، واحد من اكثر اللاعبين المغاربه تميزا داخل وخارج المستطيل الاخضر. وكيف ما شفنا مؤخرا في الماتش الاخر ضد هايتي، تبارك الله ما شاء الله على هذاك السيد، كيفاش انه داز عند رحيمي في اللقطه. عجبت بزاف ديال الناس انه باش يسجد ويشكر الله على البيت ديالو، لان رحيمي راه هذاك البيت راه بالنسبه له راه مهم بزاف، لانه اول هدف ليه في المسيره ديالو في كوب دي موند، وشي حاجه اللي كتشرفه. وكذلك ياسين جاسم فاش انه كان خارج معاه، كيف ما كنشوف في اللقطات انه خارج معاه تيحاول يعلمه كيفاش انه يسجد السجود باش انه يشكر الله عز وجل، وانه باش يمشي مثلا يخرج ويتوضا ويصلي يشكر فيها الله عز وجل وجر ركعتين لله سبحانه وتعالى. هذا هو نصير المزراوي، هذا هو اللي نقدروا ناخذه قدوه. وكذلك باقي اللعابه قدوه في النجاح ديالهم وفي الاصرار ديالهم في التمسك ديالهم في انهم يكونوا ناجحين في حياتهم. نتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، وقولوا لي رايكم في نصير المزراوي، شنو كتقولوا عليه؟ عطيونا شي حاجه عارفين عليه، شاركوها معنا في التعاليق. معكم محمد امين فريخات، كنقدم قصص الدارجه ورياكشن مغربي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعايه الله.